لا يجوز زيارة الآثار الفرعونية من أجل التنزه أو من أجل تعظيم أصحابها والاعتقاد بأنهم أصحاب حضارة وأصحاب قدرة والثناء عليهم. ده الكلام اللي تم تداوله على لسان مفتي المملكة الشيخ صالح الفوزان. بص يا شيخ صالح، ده أهم كلام هتلاقيه على السوشيال ميديا كلها عن الحضارة المصرية. بس قبل ما أقولك يا شيخ، ممكن حضرتك تقول لي ايه هو الحكم الشرعي لدخول لعيبة غير مسلمة زي رونالدو ونيمار وغيرهم لمكة واللعب فيها؟ اصلا انا كمسلم بسيط قريت مرة كده آية في القرآن الكريم بتقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طب بلاش دي يا شيخ صالح، ممكن حضرتك تقول لي ايه هو حكم مجسم للكعبة على مسرح في السعودية والرقص حوله؟ طب بلاش دي يا شيخ صالح، ممكن حضرتك تقول لي هل عجبك موسم الهالوين اللي بيتعمل كل سنة في بلد الحرمين، البلد الذي نزل فيه الإسلام؟ طب ممكن أسمع رأي حضرتك في موسم الرياض؟ وهل أعجبتك الفنانة كاميلا كابيلو؟ طيب بلاش دي. طب يا شيخ صالح، ما شفتش حضرتك يعني السعوديين اللي بيقولوا على اللاتي والعزى انهم آلهة اجدادنا السعوديين القدماء وبيعرضوها في المعرض عندكم كل سنة؟ ولا حتى سمعتك مرة رديت على اللي رفعوا صورة الآلهة دي وقالوا ما نلوم على اجدادنا انهم عبدوهم؟ مرة كيوت والله. ها يا شيخ صالح، مش سامعك يعني. على الاقل احنا بنحتفل باجدادنا كملوك حكموا مصر وانشأوا اول حضاره متصله عرفها التاريخ، مش بنحتفل بالالهه وبنقول مره كيوت والله. طب هو اصلا حضارتنا فرعونيه وكفره ووثنيه والعبط ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. عارف اكتر حاجه بتضحكني ايه؟ انك تصدق ان بلد تم ذكرها في القرآن صراحة 5 مرات، وذكرها ضمنا واشارة حوالي 30 مرة، وذكرها رسولنا الكريم في اكتر من حديث، وتزوج منها، وتبقى بلد ذات حضارة وثنية. تعال بقى يا شيخ للجزء الممتع اللي محدش هيقوله لك. الآية الكريمة بتقول: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. السؤال بقى، هو سحرة فرعون سجدوا لمين؟ وعرفوا منين إنه في إله هو رب العالمين؟ مش الحضارة أيام الفرعون كانت وثنية وكل واحد بيعجبه إله بيروح يعبده؟ شمس وقطط وتماسيح وغيره. لو ما كانش في توحيد في مصر القديمة ومن قبل الفرعون كمان، ازاي عرفوا سحرة فرعون انه في اله واحد هو رب العالمين وسجدوا له؟ طب هو احنا فعلا حضارة فرعونية وملوكنا كانوا كلهم فراعنة؟ هقولك والله ما حصل، وخد الدليل. فرعون ده كان اسم شخص مش وظيفة، يعني مش اي حاكم كان بيتقال له فرعون. ده شخص واحد كان من حكام الهكسوس، وده تبعا لمصادر كتير، وهو الوحيد اللي تجبر وقال انا ربكم الاعلى. ولو كان ده العادي عند المصريين انهم بيعبدوا الفرعون، ما كانش ربنا قال ان فرعون علا في الارض. والدليل اهو، كلمة فرعون ذكرت في القرآن 74 مرة، بس ولا مرة فيهم ذكرت كلمة فرعون معرفة بألف لام. يعني ال 74 مرة ذكرت كلمة فرعون نكرة، وده معناه ان اسم شخص، لانها لو وظيفة او مكانة او لقب لاي حاكم كانت هتبقى معرفة مش نكرة. طب هبسطها لك، يعني مثلا كلمة امير لما تبقى نكرة كده معناه ان ده شخص اسمه امير، لكن لما اقول لك الامير يبقى ده وظيفته او مكانته. يعني في الايه الكريمة دي ربنا عز وجل بيقول: وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين. برضو فرعون في الايه دي جايه نكره، لانه لو كان لقب كانت الايه هتكون يا ايها الفرعون. زي مثلا اخو سيدنا يوسف لما قالوا الملك مصر: يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر. وهنا العزيز جت معرفه بالف لام، لان اي حاكم لمصر في الوقت ده كان بيطلق عليه عزيز مصر، فجت معرفه لانها لقب او منصب، عكس فرعون واللي اتذكر 74 مرة نكرة لأنه اسم شخص بعينه. ده غير إنه اتذكر في القرآن الكريم عن حكام مصر لقب زي الملك والعزيز، ولكن لم يذكر أبدا كلمة الفرعون. فلو كل حكامنا فراعنة، طب الملك والعزيز دي تبقى إيه؟ يا أخي ده حتى في التوراة في سفر الخروج الإصحاح السادس: كل فرعون ملك مصر أن يطلق بني إسرائيل من أرضه. عاوز اثبات تاني ايه يا شيخ صالح؟ فده معناه ان حضارتنا مش فرعونيه يا شيخ صالح. فرعون ده حاكم واحد تجبر وربنا اغرقه وجنوده. وبعدين ربنا عز وجل قال في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فالمفروض بقى ان الحضاره اللي بدأت بيها الامم اصلا مش هيبعت لهم رسول ينقل لهم عقيده التوحيد؟ ولما الاثار اللي حضرتك بتقول عنها انها اثار فرعونيه وثنيه تخص الفرعون زي ما بتقول وحرام نتباهى بيها، امال ازاي ربنا عز وجل قال: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كانوا يعرشون؟ الايه صريحه وواضحه اهي، اي حاجه صنعها فرعون وقومه تم تدميرها. فده معناه حاجة من الاتنين يا شيخ صالح: يا إما الأهرامات والمتاحف والمسلات والآثار وغيرها مش من صنع فرعون، وبالتالي لا فرعونية ولا وثنية ولا الكلام ده، وبكده حق أفتخر بيها طبعا وأتباهى بيها
قدام العالم كله. يا اما حضرتك بقى بتكذب القرآن الكريم والعياذ بالله. طب تعرف يا شيخ صالح ان المصريين هم اول الموحدين، وعقيدتهم كان اسمها العقيدة الخماسية، اللي هي اركان الاسلام الخمس دلوقتي. بني الاسلام على 5، وكان عندهم صلاة ووضوء وصوم وزكاة وحج. وهثبت لك ده تاريخيا بس في فيديو تاني ان شاء الله. للتوضيح بس، كل اللي انا بقوله ده لا تعديل مني على بلد ولا انتقاد، ولا انا يخصني كل بلد بتعمل ايه. كل دولة هي حرة تعمل اللي هي عايزاه، ده ما يشغلنيش خالص. بس الكلام ده ردا على كلام الشيخ صالح. ودائما وابدا تحيا مصر، والسلام عليكم. واحنا قدام تاريخ لازم يعاد كتابته من الاول للاخر. وبعدين يعني حتى لما نشوف الالهه دول نلاقي اساميهم تستوقف النظر. يعني مثلا اتوم، اوزيريس، نوح. الله، طب ما هو دول ادم وادريس ونوح. خاصه ان اتوم، الاله اتوم، الاله الكبير، التعريف بتاعه في الفرعونيات انه اول من نزل على الارض. الله، ما يبقى صريحه بقى. يبقى اذا فعلا كعاده الجماعه التاريخ القديم كان لما الناس واحد عظيم يموت بعد كده يتحول لاسطوره وبعدين يألهوه. فده اللي حصل لادم اللي بقى اتوم. ادم اتوم. اوزيريس هو ادريس، لانه وصفوه برضه اوزيريس بانه هو اللي علم الناس الكتابه بالقلم ولبس المخيط وتقسيم الفصول والتقويم الشمسي والنجوم والحاجات دي كلها. ودي الحاجات دي كلها تنسب الى النبي إدريس. ومعروف ان النبي إدريس كان في مصر، وانه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم والتقويم الشمسي والفصول والنجوم والحاجات دي كلها. فلا غرابة ان يكون أوزيريس هو إدريس. وبعدين نوح حتى بيكتبوها انه HA، هو تعريفه في الفرعونيات انه هو اله الماء والفيضان ومنقذ البشرية. إذن ده هو لابس تمام على نوح بتاعته.